وهذا قضيتي أمام الرأي العام وأمام الشعب اليمني داخل اليمن وخارجه. وأناشد المهر عامة والمحافظ ورئيس النيابة ورئيس المحكمة وبيت القميري عامة أنهم يربوا صاحبهم ضمن على غريمي وخرج من السجن ولا يعرفه ولا هو داري من أي منطقة ولا علاقة به ولا أعلم ما هو السر الذي قام بالدفع بهذا لما يخرج غريمي من السجن المركزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني اليمنيين داخل اليمن وخارجه. أنا يحيى محمد أحمد القطيلي من أرحب. مظلوميتي أني نصب علي قايد حيدر أحمد حيدر في مبالغ 86,000 سعودي قيمة موتر مع 2001 وقمت بضبطه في محافظة المهرة وتم تحويله من البحث إلى النيابة ومن النيابة إلى المحكمة وشارعت 6 سنوات وحصلت على أحكام نهائية. وبعد ما حصلت على أحكام نهائية تفاجأت أن النيابة خرجت غريمي بضمان غير قانوني وغير قابل للقانون والشرع والقانون. أطالب ليش خرج؟ لا أعلم، هذا يتوجه إلى النيابة لا عند إبراهيم بن زين وهاني بن حاف كيف لما قبلوا هذا الضمان الغير الأكيد. تفاجأت بعد ما درك إني ضمانة غير أكيد لأنها ضمانة حضورية والقانون يعني القضايا المبالغ المالية ما بالله تجارية أكيد مسلم. وآخر شيء تفاجأت أن لم يقدروا يحضروه إلى النيابة، لا رئيس النيابة لا عدن لا ما وصلت ما خليت باب، وصلت إلى طريق مغلقة وعندي ما يثبت من أحكام وأوراق ومستندات وكل شيء. وقاموا بإخراج الضمانة بضمانة سليمان حسن علي الشومي من حجه. ما قبلت النيابة وجه إبراهيم بن زين بقبول الضمان سليمان حسن علي الشومي بمعرفة الرائد علي محسن القميري. ورجعت إلى النيابة قال فكري بن دويلة علي قضيتك في وجهي وبان خارجه. تابعنا علي محسن القميري 7 أشهر 8 أشهر ولا وصلت لها نتيجة إلا كان نفعل له وعودات والوعودات كلها باطلة لا وصلنا لا حل. آخر شيء بعد قبل 7 أشهر لقينا الفندم علي محسن القميري في النيابة التزم يعني فعلوا على الزموني وفكري والعصيمي قالوا توسطوا له مبلغ على مهل الشهري وفعلوا عليه التزام لهم لم يسلموا لي حتى صورا من الالتزام الذي سواه. وبعد الشهرين ما زدت حضرش منها بتاتا. سرت رجعت تعبت ما اطلع منزل من صنعاء الى هناك خسارتي اكثر من ما احكم لي به. ما هو الالتزام هذا اللي لا اعلم ما هو، ما رضيتوا لي حتى صورا منه. انت بصمت عليه الالتزام؟ بصم هو عليه انه ملتزم للنيابه انه يحضر الغري او ما ينادري ما في الالتزام. يعني فعلوا قالوا هذا الالتزام للنيابه احنا الذي قبلناه واحنا الذي كذا كذا احنا هذا الالتزام لنا انت مالك علاقه الا خصافي. واخر شيء وصلت عند فكري بن دويلة على طريق مغلقه سور لي الحكم وقال الله يفتح عليك والاوامر القهريه موجوده في الامن انهم يضبطوه والرجال موجود في فندق اللؤلؤه وموجود في المهره ولا بيخرج من المهرف موجود في المحافظه ودارين به الزملاء والامن وكل شيء دارين اينهم ولعبوا بقضيتي وانا خاسر اكثر من ما قد حكم لي به. وهذا ولا عاد عندي هو ضامن منين هو؟ انت عارف محل اقامته؟ ولا اعلم ولا اعرفهم قبلتهم النيابه. اما انا ما اعرف حد ولا اعرفهم ولا شيء الا عبر ما ادوا لي الصوره وبنتسال لو ما دريت ان هذاك من حوف وهذاك من حجه. كنت حاضر وقت الضمانه؟ ولا حضرت ولا لي علم. خرجوا قبل رمضان وما دريت الا بعد عرفه انه خرجوا بالضمان. رجعت الاحكام من عدن الاحكام بالتنفيذ ورجعنا للاستئناف واعلنوا الضمناء على انهم يحضروا الغريم ولا يحضروا. عاد باقي كان جلسات ولم يحضروا وقاموا بمحاكمتهم غيابيا واحالوا الحكم من الاستئناف الى النيابه للتنفيذ وسنه ونص وانا في النيابه ولا وصلت لاي نتيجه. لم يحضروا الضمين ولم يحضروا الغريم ولم يحضروا المعرف. طيب عملوا امر قهري للمعرف؟ فعلوا امر للمعرف ولم يضبطوه. يعني قالوا الامر في الامر القهري في الامن واليوم 7 أشهر ولا وصلت لا حل. من هو المعرف؟ علي محسن القميري الفندم علي محسن القميري كان نائب مدير البحث سابقا وذي الحين ما اعلم ما وظيفته. وسليمان الشومي فعلوا الامر قهري من النيابه وفعلوا حل اقامته غير معروف. اطالب من محافظ المهره ومشايخ المهره ورئيس محكمه المهره انهم ينظروا الى قضيتي. اسمي يحيى محمد احمد القطيلي ويربوا ملفي ويربوا انا مخطي على النيابه ولا على علي محسن القميري ولا على الشومي فانا اقول فيهم يا حكه وانهم لعبوا بقضيتي وكذا وكذا. قضيتي في وجيه اهل المهر وفي النيابه الذي قبل والضمن هذا غير قابل للقانون. وهذا واطالب من المشهوري وانهم ينشروا قضيتي ويتضامنوا الى قضيتي ويربوا من الغلطان انا او نيابه الغيظه. وهذا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.